ليش؟ بتعرفوا شو قصدها بكلامها؟ ايوه قصدها بكلامها انه انت، يعني قصدها بكلامها اولا انه ايوب قايل لها لخلود، ما بعرف امتى بالكواليس او شيء، قايل لها انه ايمن هو ماي بيست فريند ولازم تتعرف عليه. وايوب بده ايمن يتعرف على خلود، وايمن ما بده يتعرف على خلود لانه ايمان حاسه انه في شيء مش من جهه ايمن، من جهه خلود. فهمتوا؟ انا هيك فهمتها. مين بيقول صح ومين بيقول لا؟ هات لنشوف. كان يستنى بإيمان لتيجي إيمان صح، ما بده يقعد تارك لها المحل لتقعد إيمان. لك فهمان، بس ما بده هو. لو القصة قصة ناطرين إيمان وبس، كان قام وقعد حدا ونطر إيمان وعيط له لإيمان، أو قام جاب إيمان وإجا، ولكن هو قام وراح. فالفكرة مش قصة ناطرين إيمان ليقعد هونيك، لا مش ليطلع ليقعد هونيك. مين الصح ومين اللا؟ هات لنشوف. يلا نتخانق كلنا مع بعض. تكبيس روح ولعها اليوم، نار وشرار خليها تكون. بعده لهلا الصح اكثر من اللا. يعني انا صح. عيد والله ما فهمت. نرجع بنعيد من عيوني للي ما فهم، من عيوني. ها هول عيوني لإله. اوكي، كنا عم نحكي على اساس انه ليش ايمن ما قعد لما قالت له خلود تعا اقعد، او سوري ايوب اللي قال له تعا اقعد يا عشيري يا صاحبي. لك ورني ربك يا ايوب، شو انك مهضوم يا زلمه. شو انه مهضوم بس يركض لك، حتى بس يعصب مهضوم. والله العظيم بس يعصب مهضوم. انا بيضحكني حتى عصبيته بتضحك هالانسان. ما بتحس فيه شيء نظافه. ما بعرف، انا شخصيا بتطلع بالانسان احس نظافه، بحس عفوي. شفتوا العفويه؟ يمكن الناس يقولوا ايه لا عفوي، والله عفوي، والله داخله بتحسوا فيه طفل. المهم خلينا نكمل. فلما اجى قال له يا صاحبي يا عشيرة تعال تحدي، قال له لا. ام خلود دغري انه ليش بتخاف من ايمان؟ يا حبيبي اذا ناطرين ايمان تجي، ليش تقول له خلود بتخاف من ايمان؟ ليش؟ شفتوا كيف؟ صح ولا لا؟ لو ناطرين ايمان ليش تقول له بتخاف من ايمان؟ يعني هن ما كانوا ناطرين ايمان. شو؟ يلا يلا حللوا لي هيدي النقطة، حللوا لي هالنقطة يا كبيرز. ايوه طيب، هاي بنعتبرها لطشي. يعني ايمان ما كانت جاية اصلا، اوكي؟ وايمن لانه حاسس انه ايمان ممكن شايفه شيء بس مش من جهته. انا بقلكن شوف، خلود اول ما اجت عجبت، انا قلت لكم وانا مسؤول عن كلامي وشفتها بعيونهم، عجبت كل الشباب انه كشكل وكجمال. ولكن في الناس اللي ابدوا رايهم بطريقه انه نحن مستعدين نتعرف، وفي ناس لا، انه نحن ملتزمين بالعلاقه اللي نحن فيها. ايمن ملتزم بالعلاقه اللي نحن فيها، اللي هو فيها. تمام. بس ايمان ذكيه. شوف ايمان ذكيه. نحن جوزاء يا حبيبي، نحن منلاحظ. انت بتفكرنا نحن ما منلاحظ، بس نحن منلاحظ. اوكي؟ ايمان ذكيه، حست انه في شيء مش من ايمن، من خلود. شوفوا اخواتي، ما ملاحظين من وقت ما اجت خلود ايمن وايمان في سوء تفاهم كل شوي بيناتهم؟ ما ملاحظين هالشيء؟ ملاحظين ولا ما ملاحظين؟ قبل ما تيجي خلود كان في مشاكل، يعني كان رواق، الحياه ورديه. امبارح مشاكل واليوم مشكل. يعني في شيء هلا، والمشكل انه ايمان والله ما عجبه ايمن انه ايمان عم تحكي وعم تعلي صوتها، وايمان قالت له ما بحب انا الشخص اللي بيتحكم فيه والخبريات. ولكن لا، انا اللي شايفه انه خلود سبب خفي
منه سبب اساسي طبعا، لا هو في شيء من الاشياء اللي عم يحكوها، بس سبب من الاسباب اللي مخلي ايمان شوي هيك تنشن خلود. اوكي طيب شوف، مش بس ايمان ذكيه، عندك ايمن ذكي. ايمن حس انه ايمان هيدا الشيء منتبهيت له هي وضايقها، بلس ايمن حس انه عم تلطش عليه كتير. خلود لطشت اول يوم ولطشت اليوم، فهو ثبت على موقفه عشان ما شو احتراما لايمان، ولانه اصلا ما بده يثبت اذا هي مجرد شاكه بالموضوع، ما بده يثبت هذا الشك عند ايمان. اوكي خلود الان وينه؟ يعني انت ما شفت انه ايمن يعمل مشكله مع ايمان كل ما بدها تحكي مع شاب؟ ايه بغار، حقه وحقها. انا ما عم بقول انه هلا ايمان مش حقها، لا 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 والله حقها، حلفت والله كمان حقها. مين قال لي هلا اصلا خلود قالت بدي اختاره بالصح خايفه منه؟ طب شو شفتوا يعني انا ما عم جيب شيء من عندي اخوات. تمام ليك خلينا نجي نحكي للصراحه، نعطي الموضوع بين ايمان وايمن، مع انه هلا حاحكي فيه بالموضوع. نعطي الحق، هو ايمن بغار كتير على ايمان، ايه، وحاطط لك كثير حدود مع الشباب، ايه، فايمان متضايقه انه انت ليش بدك حتى اذا بدي احكي مع بنات لا تقول لي احكي مع شاب معين تقول لي لا، اللي هو مراد، لا ممنوع انا بحكي معه. حست انه انت اخذت الموضوع من قصه انه اعطيتك الحريه انك انت تتحكم بانه بغيرتك، انه حقك، اعطيتك كيف بدك حقك بالغيره. اوكي انه انا ما اقرب على شاب انت ما بدك او انت متخانق انت وياه، اوكي، ولكن مراد ابن بلدي وبيفهم علي وبفهم عليه، ليش انت ما بدك؟ هون حست القصه راحت من الغيره للتحكم. اوكي حست، فهون لما حست هيك، شوف الجوزاء، لقلكم شغله عن برج الجوزاء بما اني انا برج الجوزاء، تمام؟ برج الجوزاء اسلب مني حياتي ولكن لا تسلب مني حريتي، بكل بساطه. اسلب مني حياتي ولكن لا تسلب مني حريتي. انا بفهمها لانه انا هيك، انا عندي الحريه اهم من اي شيء تاني. اوكي فهي علي صوتها، وطبعا هيدا اوكي تقليل من احترامه لايمن، انا مع هالشيء ايمن، ولكن يا ايمن طب ما انت كمان لازم تاخذ بعين الاعتبار البنت شو عم تحس. البنت كانت عم تحترم مشاعرك انك انت بتغار وقاعده ولابده، بس لما اجت بدها تحكي مع ابن بلدها اللي هو انه عادي مراد وعنده مشكله، والمشكله انذكر اسمها فيه، انتبه، المشكلة انذكر اسمها فيه لإيمان. يعني مشكلة منال ومراد انذكر اسم إيمان بالموضوع، لأنه منال كانت ذاكرة اسم عايشة وحكيت هي وعايشة، أوكي، ورجعت حكيت، ما بعرف إذا عايشة حكيت هي ومراد، ماني مذكر، بس إنه كمان انذكر اسمها، فحكيت مع منال، طبيعي أنا تحكي مع مراد لتفهم شو الموضوع. حبيبتي يا جيهان لافينا، وانا كمان وقتها حشتك. فهمت الفكره كيف؟ فهي مش تقليل من احترامك يا اخويا يا ايمن، اوكي، انا معك انه ما لازم المراه حبيبتك ان تعلي صوتها عليك، ماشي، ولكن يمكن انت ما انتبهت على الموضوع، بس انا ببرر لها انه اجت قالت لك انت عم تيجي تتحكم فيني، هلا بطلت القصه قصه غيره وبس. هاي هي النقطه، مع كل حبي وكل كبير. اوكي طيب خلينا نكمل. ما رفعت صوتها بالكاميرا بالكواليس، قالوها اليوم بالكواليس. المهم لنكمل. طيب فانا بالنسبه لإلي انه ايمن ما بده يحسسها لايمان انه والله في شيء، او انه انا متقبل خلود، او انه اقعد حد خلود، او تشوفوا ايمان انه قاعد مع خلود، اوكي، فما اخذ هالريسك.
فسحب حاله. هلا خلود عم تلطش كلام، ولكن انا ممكن برر لك كلمه. اول شيء لما هو قاعد قالت انه شو بتخاف. اوكي، مشكل مرتضى سبب الثالث لما حكى مع عمر. اوكي 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 اخواتي، عن ايمن ايمان. اوكي تمام تمام تمام، فهمت الكلمه، الكلام اللي عم تقولوه صحيح، ولكن هلا زادت وتيره المشاكل. هذا اللي نحن عم نقوله. طيب انا ببرر لك قصه انه قلت له انه شو بتخاف لانه بوشه، شو بتخاف انه مسحه بتمرق. بس لما قام ليش تعتبي على ايوب انه شو هي قلت لي نتعرف، ليش ما تعرفنا؟ لا هون انا بوقف ستوب. ليش هالقد يهمك الموضوع؟ جيش السيوف. هلا اخواتي تكبيس، يلا تكبيس، ما في تكبيس. لاحظتوا؟ هون لا، هون انا بوقف انه المفروض انه ما بيعني لك ايمن، بعدك عم تتعرف عليه، فاذا بقي او راح اوكي عادي. بالضبط. anyway خلينا نشوف باقي الحلقات ونشوف اذا هيدا مجرد هيك تحليل، ممكن يكون تحليل صح، ممكن لا انه ايمن عجبه او لا. خلينا ننتقل لنقطة تانية. وزادت على قصة انه ليش قلت لي نتعرف، انه مش منطقي حدا يكون هالقد ملتزم بالبنت. شو رح اخده منها؟ قالتها حرفيا. انا بالنسبة لإلي ترى انتو بفيل التعارف، انتو مش قاعدين بكفي. فيل التعارف يعني الكل